بلدي يا بلدي بلدي حمص مدينة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، التي لطالما تغنى الناس بسحر طبيعتها ونقاوة هوائها وتاريخ تراثها. تحاول يد الإرهاب اليوم أن تحولها إلى مدينة من دم يكتب تاريخها الصراخ ولا يسكنها سوى الألم. لتناسب بذلك عناوين نشرات تجارة المستقبل وأخبار دمار عروق الناس على القنوات الصفراء، قنوات الدم. لكن الجهات المختصة بالمرصاد، الشوارع الرئيسية الموجودة بباب عمر كان موجود فيها عبوات مضادة للدبابات وبعض العبوات اللي كانوا يرموها على الأفراد العناصر المشاة. طبعا هلا بنلاحظ هنا في العبوات هلا بدنا نشيل نماذج منها، مو كلها طبعا، كلها موجوده هي معنا بالسياره اللي فكيناها كلياتها، موضوعه في طرق تقدم العربات السيارات يعني، وبالاضافه لبعض الالغام مضاده للافراد. بدنا الجيش يضل عنا مشان حمايه إلنا، هذا اللي بدنا اياه. خبز إلنا 3 أيام 4 أيام ما يفوت لنا سياره خبز، ما بنسترجم، عندنا مصاري نبعث الولد يجيب لنا خبز، ما في، مسكرين الدرب كلياتها. ما عم نشوف الا لقواس، بدنا حدي بس يحمينا، ما في حدي، بدنا حدي بس. يعني هلا انبسطنا، ارتحنا كثير عن اول، ما عاد في لا قواس لا عاد في شيء، كان وضع سيء كثير. لكن الجهات المختصة بالمرصاد في عملية نوعية لها تمكنت هذه الجهات من إلقاء القبض على عدد كبير من أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة، والذين يعدون من أخطر هؤلاء الأفراد الذين يروعون المواطنين في حي بابا عمرو. وقام عناصر الجهات المختصة بتفكيك عدد من الألغام الأرضية ونحو 50 عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون داخل الحي. كما فكك عناصر الجهات المختصة أيضا مشفى ميدانيا ضخما في الحي المذكور، كان قد جهز بمعدات إسعافية وأجهزة تنفس، إضافة لتخزين مجموعة من أسلحة البامبكشن والرشاشات وقاذفات الRPG. إذن أدوات القتل وأدوية الشفاء في نفس المكان ومع نفس الأشخاص. لكن يبقى السؤال: قتل من وشفاء من؟ بلدي يا بلدي بلدي البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم بطريرك